ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الفيديو ده معمول مخصوص للناس القلقانة والناس اللي متلخبطة والناس اللي لحد دلوقتي مش عارفة موقفها ايه من قرعة أراضي مسكن. وقبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوف القناة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل، واعمل لايك وشير للفيديو علشان المعلومة توصل لأكبر عدد من الناس. أول سؤال بيتكرر، هي القرعة دي تقديم جديد؟ الإجابة لأ، القرعة دي مش فتح باب تقديم جديد. دي قرعة خاصة بالناس اللي كانت مقدمة بالفعل من شهر 9 لحد شهر 11، يعني اللي مقدمش في الفترة دي ما ينفعش يدخل القرعة الحالية، ودي نتيجة التقديم مش إعلان جديد. إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ الدولة حددت أيام معينة للقرعة، وكل واحد بيشوف دخل القرعة ولا استبعد، وهقول لك في آخر الفيديو إزاي تعرف من الموقع إذا كنت دخلت القرعة وميعادك وساعتك إمتى. سؤال مهم جدا، إمتى تنزل أراضي تاني؟ الطبيعي إن الأراضي بتنزل كل 3 أو 4 شهور، ولو حصل تأخير شوية ممكن توصل لحد 6 شهور. بحب أطمنك، أي طرح جديد، أي إعلان رسمي، أي خبر مؤكد إحنا بننزله فورا على القناة، فخليك متابع وما تقلقش. طب الناس اللي ما وصلهاش رسالة، ودي أكبر فئة قلقانة حاليا. الناس اللي ما وصلهاش رسالة ودي أكبر فئة قلقانة حاليا، ناس بتقول أنا ما جاليش SMS. طيب أنا أدخل القرعة ولا لأ؟ طب أعرف منين؟ أطمنك وأقول لك الرسالة لسه هتيجي، ومفيش حاجة اسمها اتلغت فجأة. الرسالة بتقول إيه؟ الرسالة بتكون واحدة من اتنين: رسالة دخول القرعة وفيها إنك دخلت القرعة، اليوم الساعة المكان. رسالة استبعاد وبيكون موضح فيها سبب الاستبعاد. طب أسباب الاستبعاد إيه؟ أشهر أسباب الاستبعاد: خطأ في البيانات، نقص مستند، نسبة استكمال أقل من غيرك، لأن القرعة مش عشوائية في الدخول، الدخول نفسه بيكون على أساس نسبة الاستكمال الأعلى. طب مواعيد أيام القرعة: القرعة متقسمة على 3 أيام رسمية: يوم 23، يوم 24، يوم 25، وكل رسالة بتحدد لك أنهي يوم، أنهي ساعة، أنهي مدينة. هل لازم أحضر بنفسي؟ الإجابة لأ، مش لازم. ليه؟ لأن القرعة بتتذاع بث مباشر كامل على قناة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على اليوتيوب، من أول فتح الجلسة لحد آخر اسم البث شغال بدون توقف، وده معمول علشان الناس المغتربين، عشان الناس اللي مش قادرة تسافر، وعشان الشفافية الكاملة. مين اللي يدخل القرعة؟ مش أي حد، لازم يكون معاه رسالة رسمية، يا إثبات من الموقع إنه دخل القرعة، غير كده مش هيدخل. ومفيش دخول بدل حد، ومفيش توكيل. ولو ما حضرتش ولا يفرق خالص، طالما اسمك داخل القرعة اسمك بيتحط في الصندوق والسحب بيتم عادي جدا. خطوات القرعة من أولها لآخرها، خليك معايا خطوة بخطوة: استقبال المتقدمين، مراجعة الاستمارات والبطاقة، التأكد إن الشخص هو صاحب الطلب، فتح الجلسة رسميا، إعلان اسم المدينة، عدد القطع، إجمالي عدد المتقدمين، عرض كل أسماء الداخلين القرعة على شاشة كبيرة قدام الكل، حتى لو بتعدي بسرعة كل الأسماء بتظهر. طب السحب بيتم إزاي بالظبط؟ وده سؤال ناس كتير بتسأله. في صندوق للأسماء، صندوق لأرقام القطع، بيسحبوا اسم من هنا ورقم قطعة من هنا، أنت ونصيبك. مفيش اختيار قطعة، مفيش تدخل، مفيش مجاملات. زمان كان في اختيار، دلوقتي كله عشوائي. بعد ما الاسم بيطلع، الاسم زائد قطعة بيتعرضوا على الشاشة، الموظف يدخلهم فورا على السيستم، كل حاجة موثقة قدامك لايف. المدن المطروحة حسب الأرقام: يوم 23 6 أكتوبر اللي هي أكتر تميزا، العبور أكتر تميزا، العاشر من رمضان أكتر تميزا، أخميم الجديدة مميز، صالحية الجديدة مميز، الفيوم الجديدة مميز، المنيا الجديدة مميز، بدر مميز، طيبة الجديدة مميز، يوم 24 أسيوط الجديدة مميز، ناصر غرب أسيوط مميز، السادات متوسط، حدائق أكتوبر متوسط، سوهاج الجديدة متوسط، يوم 25 أسوان الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، المنيا الجديدة، برج العرب الجديدة، كلهم متوسط. طب مكان انعقاد القرعة هتتعمل في صالة حسن مصطفى المغطاة داخل مدينة 6 أكتوبر، ودي أول مرة تتعمل في القاعة دي، بعد ما كانت بتتعمل دايما في استاد القاهرة. وعشان تعرف انت دخلت القرعة ولا لا،
والميعاد بتاع القرعة بتاعك والتاريخ والساعة وكل الكلام دون، فهتدخل على موقع مسكن. بعد كده بتنزل بتختار اللي انت كنت حاجز، اللي هي قطع الأراضي الأكثر تميزا ولا المميزة ولا المتوسط. بتختار قطعة الأرض اللي انت كنت مقدم فيها. بعد كده من فوق هنا هتلاقي المستخدم، هتدوس دخول مستخدم حالي. بعد كده بتكتب الإيميل والباسورد اللي انت كنت مسجل فيهم وانت بتقدم. بعد ما بتسجل بتدوس هنا بتلاقي الحجوزات، هتدوس على كلمة الحجوزات. هتنزل تحت هتلاقي كل البيانات اللي انت كنت مسجل بيها واللي هي القطع والكلام دون. هتنزل تحت شوية هتلاقي بيانات القرعة، هتلاقي موقف دخول القرعة، ميعاد القرعة، ميعاد إجراء القرعة، مكان إجراء القرعة. هنا هتلاقي التواريخ والساعة وكل حاجة، بس احنا عشان لسه مجالناش الميعاد فالمكتوب لم يتم تحديد بعد. انت خش وشوف وتأكد. انت تقدر تخش بقى تعرف موقفك وتعرف ميعاد القرعة بتاعتك ومكان إجراء القرعة بتاعتك. وعلشان مفيش حد يطلع من الفيديو ده وهو متلخبط أو قلقان، قرعة أراضي مسكن دي منظومة ماشية بنظام واضح من أول التقديم لحد إعلان النتيجة لحد السحب قدام الناس كلها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مفيش حد يزود اسم أو يشيل اسم أو يغير قطعة أو يظبط لك من تحت لتحت. وأي حد يقول لك غير كده يبقى بيضحك عليك أو بيستغل قلقك وخوفك. لو أنت واحد من الناس اللي مستني رسالة أو قلقان أو حاسس إن التأخير معناه مشكلة، أحب أطمنك وأقول لك التأخير مش استبعاد، والرسائل بتطلع على دفعات وفي ناس بتوصل لها قبل غيرها. لو دخلت القرعة سواء حضرت بنفسك أو قاعد في بيتك وبتتفرج على البث المباشر، اسمك داخل الصندوق والسحب بيتم عليك زيك زي أي حد. مفيش فرق ولا أولوية ولا تمييز. ولو ما حضرتش ما تقلقش، اسمك مش هيطير ولا هيقع ولا بتتنسي. طالما اسمك اتقبل هينزل في السحب والنتيجة هتطلع. وبرضه خليك عارف لو ما كسبتش المرة دي مش نهاية الدنيا ولا نهاية الفرصة. الأراضي بتنزل تاني والطرح بيتكرر والفرص بتتعوض، وفي ناس كتير ما كسبتش أول مرة وكسبت بعد كده. المهم إنك تمشي صح وتقدم صح وتكمل ورقك صح، وما تصدقش أي كلام على الفيس أو سوشيال ميديا. خد المعلومة من مصدر رسمي أو من حد فاهم وبيشرح بنظام، مش من أي حد وخلاص. لأن الكلام ده أكتر حاجة بتعمل قلق وتوتر على الفاضي، وإحنا هنا مش بنطلع نطمنك وخلاص، لأ، ولا بنبيع لك أمل كداب. إحنا بنقول لك الواقع زي ما هو، ليك حق تعرف وليك حق تطمن وليك حق تفهم. ولو في أي نقطة مش واضحة أو محتاجة شرح أكتر أو حابب نعمل ليها فيديو لوحدها اكتبها في الكومنت وأنا إن شاء الله هرد عليك وأوضح لك كل حاجة لحد ما الصورة تبقى كاملة عندك. وفي الآخر لو حابب تفضل متابع كل جديد، مواعيد، طروحات، قرعة، أراضي، شقق، ما تنساش تشترك في القناة، تفعل زر الجرس، تعمل لايك للفيديو وتعمل شير عشان غيرك يستفيد. وانتظروا الفيديوهات الجاية.